اليوزر اكسبيرينس ديزاين بيعتمد على مجموعه من التكنيكال سكيلز، ودي اتكلمنا عليها الفيديو اللي فات، وبيعتمد على مجموعه من النون تكنيكال سكيلز، ودي اللي هنتكلم عليها النهارده. اول حاجه هي الامباثي او التعاطف. انت مش بتعمل سولوشنز لنفسك، انت بتديزاين للمستخدمين، بتديزاين للاهداف والمشاكل اللي بتواجه المستخدمين. عشان كده بنعتمد على حاجه زي الريسيرش واليوزر انترفيو. تاني حاجه هي البروبلم سولفنج. اوعى تفتكر ان احنا بنديزاين حاجه شكلها كول وشكلها حلو، احنا في الاساس بنديزاين عشان نحل مشكله، عشان نوصل اليوزر الى هدف معين، عشان الهدف ده لما يوصل له هيحقق للبيزنس ريفينيو. حاجه ثالثه وهي الكوميونيكيشن. انت كديزاينر محتاج يبقى عندك كوميونيكيشن عالي. يعني ايه كوميونيكيشن عالي؟ يعني تكون مستمع جيد وتسال الاسئله الصح اللي بنسميها كواليتي كويستشن، اسئله معينه توصل بيها للي انت عاوزه. حاجه رابعه وهي الفاسيليتيشن او انك تسهل. انت في الطبيعي لما بتقعد مع الناس مش بتبقى فاهمه هي عايزه ايه، لا صاحب البيزنس ولا اليوزر. مهمتك ان انت تعمل عمليه تسهيل او تسهل له وتطلع الافكار من دماغه. حاجه رابعه او حاجه خامسه وهي الفيدباك. اتعود دايما ان احنا ناخد فيدباك. الفيدباك له سايكل وليه بروسيس. محدش بيقيم الديزاين اللي انت عملته، ولكن الناس بتقيم وبتست السولوشن اللي انت عملته. وهنا فرق، الناس مش بتقيم السكيلز بتاعتك، الناس بتقيم السولوشن، هل بيميت اليوزر نيد وبيحل المشاكل ولا لا. واخيرا الباشن. لازم يبقى عندك باشن في الكارير بتاع اليوزر اكسبيرينس، لازم تبقى يوزر سنتر ديزاين. بعد ما اتعلمنا التكنيكال سكيلز والنون تكنيكال سكيلز، في 3 حاجات مهمين تعملهم في خلال رحلتك لتعلم اليوزر اكسبيرينس ديزاين. رقم 1 هي براكتس على قد ما تقدر، سواء من خلال ويب سايت اللي بتنزل يو اي تشالنج ويو اكس تشالنج، او عن طريق ان انت تكون بتستخدم موبايل ابلكيشن معين او اب معين او ويب سايت معين، فتشوف فيه مشكله وتقرر ان انت تعمل له ريديزاين. الحاجه الثانيه هي جوين الكوميونتي بتاعه اليو اكس، سواء على الفيسبوك او على الارض. خليك قريب دايما من الايفنتات والميت ابس بتاعه الديزاينر. ثالث حاجه وهي النتوركينج. حاول على قد ما تقدر يبقى ليك شبكه علاقات من المصممين عشان تقدر تعرف هم بيشتغلوا ازاي، ودي اللي هتفتح لك اوبورتيونيتي كتيره في مجال الديزاين. ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية على خير.